اقعد هنا لحد اما ادخل الشغل واطلع، اوعى تتحرك، ويا رب يقبلوني بسببك. لا عارفه اتقابل في الشغل ولا اروح في اي حته، على طول لازقلي، ولا حد من قرايبك رضى ياخدك، ولا حد رضي يبني في شغل عشانك. انا ولا معايا فلوس ادخلك حضانه، ولا معايا حاجه، ان انت على طول لازقلي من ساعه ما ابوك طلقني ورمانا، وانا لا عارفه اصرف ولا عارفه اعمل، وسابنا من غير فلوس. اترسعي هنا لحد ما اجي، حرام عليكم بقى، زهقت. اقعد. ماما ممكن تستلم ماما؟ ماما انت ساكن فين يا حبيبي؟ ما اعرفش، ماما قالت لي خليك هنا، قالت لي روح اقدم في شغل. راح تقدم في شغل؟ طب وما معكش رقم تليفون ليها ولا ورقه حتى مكتوب فيها اي حاجه؟ لا. لا اله الا الله. هو في حد يسيب عياله كده؟ ايه الناس دي؟ طب تعالى يا حبيبي، انت جعان؟ تعالى اجيب لك اي حاجه وندور على ماما. خلاص يا استاذ عرفت الشغل الله كده يبارك تمام؟ لك، ربنا يديك الصحه يا رب، كتر تيجي في الف حته خيرك. اوصلك معايا؟ لا ربنا يخليك، انا بس داخله اجيب ابني من هنا، انا سايباه بس على الكافيه عقبال ما اعمل إيه؟ الانترفيو. سايبه ابني بس هنا. سايب ابنك على الكافيه؟ معلش بس. طب هو ده ينفع؟ معلش، ما انا كذا مره اروح شغل ويترفض بسبب ان انا معايا ابني، هعمل يا استاذه ايه؟ ما يصحش طبعا، انت تجيبي ابنك معاكي. طب تعالى بس نجيبه. الواد راح فين؟ الواد راح فين؟ الواد انا مش الولد يا استاذه هو انت بتهزري؟ في حد يسيب ابنه على كافيه؟ الواد راح عنده فين؟ كام سنه؟ ده عيل عنده 5 6 سنين. 5 6 سنين وسايباه على كافيه لوحده؟ انت بتهزري يا استاذه؟ علاء علاء ده مين ابنك؟ علاء مش لاقياه. علاء ابني. بصي بس كويس يا استاذ. انا مش عارفه اعمل حاجه. ماما حبيبي. اه يا استاذه حطيتينا. ايوه ابني، ربنا يبارك طب لك. انت كنت سايباه الولد كان جعان يا استاذ على فكره. كنت جعانه وتمشي وتسيبني. طب يعني في حد يسيب ابنه وانت يا استاذ انت جوزها ولا يا عم جوزها ايه؟ انا صاحب الشركه اللي لا بقدم لا، فيها. انا كنت بقدم عنده في الشغل، فانا سبته على جنب لحد ما انا اقدم. كتر خيرك والله يا استاذ، احمد يبارك ربنا ان هو مع واحد لا اله محترم. الا الله يا شيخه، حرام عليك يا شيخه، ربوا عيالكم كده وراعوهم. أنا وبعدين سايب ابنك على كافيه عشان انا تقدمي مش في شغل. فاهم بصراحه، انا اول مره اشوف كده. يا جماعه، انا جوزي مطلقني وسايبني مش بيصرف عليا، قلت اما اشوف شغل، وكل ما اروح شغلي اترفض بسببه، قلت اما اسيبه بره وبلاش كتر خيرك يا نخلص. استاذ والله، لو تتجوزها والله تكسب فيها ثواب. يا عم اتجوز يا عم، انا متجوز وطالع عيني، انت ممكن تشوف لها حضانه ولا حاجه. طب بص يا ربنا استاذ يكرمك. صلي على النبي، عليه الصلاه والسلام. في حضانه والله تبع الشركه، الست دي طب بنت الله حلال، يبارك لك. بس هتدفعي 500 جنيه في الشهر. ماشي يا استاذ. انا هدفعهم لك اول شهرين لحد ما تقف الله على خير يا عم، رجلك، الله يبارك الراجل لك. هو حلاق. وبعد كده تبقى تدوم لي قسط. الله يبارك حق لك. الله. أيوة. اهم وانا يا حاجه عم ال 500 دول هشيل معاك 200 كل شهر، انا بطلع لله وكلها لوجه الله. الله يبارك ما لك. تشيل ال 500 يا عم مفيش مشكله، وانا اشيل ال 500 التانيين، ماشي يبقى كده والست اتحل. ما تدفعش حاجه. الله يا عم يديك مفيش الصحه مشكلة. انت وهو، ربنا الله يبارك يخليك. يبقى لك. خدي بالك منه. بكره الساعه 9 ان شاء الله تجيبيه هو 8 وتيجي انت 9. حاضر، الله يبارك لك. ماشي يلا، اسمك برعاية ايه؟ علاء. ماشي يا استاذ علاء. سلام. الله يديكوا ربنا يخليك. الصحه، سلام يا كتر أستاذ. الف انا خير. جاي معاك يا باشا. الله يبارك لكم. حبيبي يا ابني.